بيبدأ الفيلم بظهور اتنين بنات واخداهم الشرطة على عربية الترحيلات علشان رايحين السجن. لكن قبل ما يمشوا بتوصل عربية شرطة وبينزل منها ضابط وبيقول لهم إن معاه سجينة كمان، وبيديهم أوراقها وبيسلم لهم لورا علشان تروح معاهم السجن. وفي الطريق بيتكلم السواق مع السجان وبيقول له إن البنات دي مش عارفين إيه اللي مستنيهم في السجن اللي رايحينه، وبيكون كلام السجان واضح منه إن هيتم استغلالهم بطرق غير قانونية. وبيوصلوا السجن وبتكون المديرة مستنياهم، وبيكون معاهم مسؤول المطبخ اللي بيورد لهم الفاكهة والخضار. وبتسأله المديرة عن حالته الصحية بعد ما دكتور السجن موران كشف عليه، فبيقول لها إنه بقى كويس جدا والعلاج بتاعه جاب نتيجة. وبتسيبه المديرة وبتروح تستلم المسجونات الجداد. وبتدخل لورا لمأمورة السجن اللي بتشوف أوراقها والجريمة اللي عملتها، وبتسأل لورا لو معاها أي ممنوعات كده ولا كده، لكن لورا مش بترد عليها. وهنا بتفضل المديرة تضربها لغاية لما ترد. وبتدخل باقي المساجين الزنزانة، وبيظهر إنهم مش أول مرة يتسجنوا، لأن المسجونات بيكونوا بينادوا عليهم وبيرحبوا بيهم كمان. لكن لورا بتروح على دكتور السجن علشان يكشف عليها الأول، وبتلاحظ لورا إن الدكتور موران شخص كويس وبيعاملها باحترام. وبتدخل المسجونتين التانيين ميري ولولا زنزانة واحدة، لكن للأسف بتكون فيها سوزان السجينة الجاسوسة اللي بتنقل كل الأخبار لمديرة السجن وبتتجسس على زمايلها. وبتخلص لورا الكشف وبتروح على الزنزانة بتاعتها واللي بيكون فيها سجينة كبيرة في السن اسمها فيكي. وبعد كده بنشوف المأمورة وهي عند الدكتور موران بتراجع كشف المجرمين، وبيطلب منها حاجات للعيادة علشان تساعده في علاج المرضى. لكن المأمورة بترفض وبتقول له إنه لازم ينفذ أوامرها وبس، وما ينساش إنه أصلا مسجون عندها، ولولا طيبة قلبها وحنيتها كان زمانه في سجن الرجالة بيمسح ويغسل، مش شغال دكتور في مهنته وبيتعامل معاملة كويسة. وفي نفس الوقت بتكون المديرة بتفتش الزيارات اللي بتيجي للمساجين، وبتاخد اللي يعجبها منهم بكل بجاحة ومحدش يقدر يفتح بقه معاها. وبيروح الدكتور موران مستشفى السجن يطمن على مريض هناك، وبنعرف انه مسجون ضعيف الجسم، وللأسف كل زمايله بيستغلوه ومش بيقدر يدافع عن نفسه. لكن موران بيقوله انه لازم ياخد موقف ويكون اقوى من كده ويدافع عن نفسه. وفجأة بيسمعوا صوت دوشة من حوش السجن، وبيطلع ان المساجين كلهم نازلين ضرب في بعض. وبيروح الحراس يوقفوهم وبياخدوا اتنين منهم اتصابوا جامد للدكتور موران، لكن واحد منهم بيطلع هو اللي بيضايق السجين الضعيف وبيتنمر عليه قبل ما يمشي. وهنا بيتشجع المسجون ده من كلام موران، وبيقول للمتنمر انه مش هيسمح له يقرب منه تاني. وبالليل بتاخد سوزان المسجونة اللي معاها في الزنزانة وبتروح بيها على أوضة المديرة، وبتطلع غير إنها جاسوسة لأ كمان بتبيع البنات للمديرة وغيرها. وتاني يوم بتصحى لورا وبتحاول تسرح شعرها، لكن مش بتعرف علشان مش معاها مراية. فبتديلها فيكي مراية من عندها مخبياها وبتقولها على شوية نصايح علشان هي لسه مستجدة. وبتطلع لورا هتشتغل في التنظيف وبتفضل تمسح الأرض طول اليوم، لكن بتجيلها اتنين من السجانات وبيطلبوا منها تنظف جردل الزبالة. وهنا بترفض لورا، ومش بس كده لا دي كمان بترمي عليهم الجردل باللي فيه، وطبعا بيبدأوا يضربوها بكل قوتهم. والغريب ان لورا مش بتكون ضعيفة وبتقدر انها تضربهم هما الاتنين وتوقعهم على الأرض. وبتكون المديرة شايفة كل ده وبتروح نازلة ضرب في لورا لغاية لما بتخليها مش قادرة تقف، وبياخدوها على الحبس الانفرادي علشان يعاقبوها على اللي عملته. وهناك بتقعد لورا متغطية بالبطانية في الضلمة، لكن فجأة بتلاقي نور الزنزانة نور وبتشوف قدامها فيران كتير جدا في المكان. وبتخاف لورا جدا لأنهم بيكون عددهم كبير قوي، وبتحاول لورا إنها تبعدهم عنها، لكن للأسف بيكونوا شرسين جدا وبيطلعوا على جسمها وبيفضلوا ياكلوا فيها وهي حية. وفي نفس الوقت بتكون السجينة اللي سوزان باعتها بيودوها على أوضة، وبتلاقي اتنين من المساجين اللي في سجن الرجالة عندها. وتاني يوم بنشوف المديرة والسجانات وهم جايبين لورا على نقالة وبيرجعوها الزنزانة بتاعتها في حالة وحشة جدا من اللي الفيران عملته فيها. وفي نفس الوقت بيكون مأمور سجن الرجالة بيجهز علشان يروح شغله، وبيطلع انه متجوز مأمور سجن الستات، وبيقول لها انه حاسس ان في حد بيدور وراهم ورا طريقتهم في معاملة المساجين. لكن المأمورة بتطمنه وبتقوله ان مفيش اي حد يعرف اللي بيعملوه. وهنا بتدخل المديرة وبتقول لها على اللي حصل مع لورا، وبتكون لورا تعبانة جدا وفيكي بتحاول تساعدها، لكن بتلاحظ ان حالتها خطيرة فبتمثل انها تعبانة وبتقع على الارض وبتفضل تصرخ من ألم بطنها. وبيسمعها المساجين وبينادوا على الحراس، فبتشوفها واحدة من السجانات وبتجيب المديرة اللي بتحاول تخليها تقوم
وبتقول لها إن ده مجرد وجع عادي ومش محتاج دكتور. لكن المسجونات بيفضلوا يخبطوا وبيقولوا لها لازم يجيبوا لها الدكتور. وفعلا بيوصل الدكتور موران علشان يكشف عليها ويعرف مالها. وهنا بتروح فيكي مشاوراله على لورا علشان يفهم إنها تعبانة. فبيشوفها موران وبيكشف عليها وبيقول للمديرة إن حالتها خطيرة جدا وإنها لازم تتنقل لمستشفى السجن حالا. لكن بتوصل المأمورة وبتحاول إنها ترفض وبتقول له يعالجها في مكانها. بس الدكتور موران بيرفض وبيقول لها إنها لازم تروح المستشفى. وفعلا بينفذ كلامه وبتنتقل لورا لمستشفى السجن علشان تتعالج. وهناك بيهتم بيها وحالتها بتتحسن. وبتستغرب جدا لورا من موقف موران وشجاعته وإزاي أصر إنه يعالجها. وقف قدام المديرة وكمان المأمورة وما هموش حاجة. فبتسأله عن السبب اللي خلاه اتسجن. فبيقول لها إنه كان متجوز وكان بيحب مراته جدا. وللأسف مراته تعبت وجالها كانسر وكانت في مرحلته الأخيرة وما كانش فيه أي دواء أو أي حاجة يقدر يساعدها بيها خالص. وطول الوقت كانت بتتألم وبتصرخ من كتر الألم. وعشان كده اضطر إنه يديها حقنة هوا تريحها من عذابها. وطبعا في القانون كل ده عبارة عن جريمة قتل. لكن لورا بتحس بيه وبتقوله إن عنده إنسانية والمفروض كانوا يحاكموه بتهمة الحب. يا سلام عليك. وفي الوقت ده بيكون كل المساجين عايزين ينتقموا من السجين اللي وقف قدامهم. وفعلا بيطلعوا يجروا وراه وبينزلوا فيه ضرب. وبيروح موران يكشف عليه لكن بيلاقيه بيموت وحالته وحشة قوي. فبتطلب منه المأمورة إنه يمضي على تقرير الوفاة إنها طبيعية. لكن موران بيرفض وبيقولها لازم يكتبوا السبب الحقيقي. وطبعا المأمورة مش بتكون عايزة كده علشان ما يحصلش تحقيق. وبتفضل هي والمأمور يضغطوا على موران علشان يمضي. لكن هو برضه بيصر على موقفه. فبتروح هي والمأمور ماضيين وبيقولوا له إن هو مش مهم. وفي نفس الوقت بتكون المسجونات بيشتغلوا في الجبل. لكن سوزان بتضايق ميري علشان من أول ما دخلت هي ولولا وهم عارفين كل اللي بتعمله. والموضوع بيكبر منهم وبيضربوا بعض. لكن سوزان بتروح زقة ميري من فوق الجبل وبتموتها. وأول ما لولا بتشوف صاحبتها ماتت بتتجنن وبتجري وهي بتصرخ. لكن الكلاب بتوقفها وطبعا مش بيكون في ايديها اي حاجة. وبعد كده بنشوف المأمور وهو بيقول للمأمورة ان في جريدة كتبت عن الانحرافات اللي بتحصل في السجون وان في صحفية مشهورة دخلت السجن وهي متخفية علشان تعرف تثبت الجرائم والتجاوزات اللي بيعملوها. فبتسأل المأمورة سوزان الجاسوسة بتاعتها وبيروحوا على زنزانة لورا علشان سوزان قالت انها بتشوفها بتكتب. وفعلا بيلاقوا الورق مستخبي تحت السرير وبينزلوا ضرب فلورا علشان تعترف بالحقيقة. فبتقول لهم إنها فعلا صحفية ودخلت السجن من غير ما حد يعرف. وبتروح المأمورة تبلغ جوزها بكل حاجة وتقول له إن هي عرفت إن لورا دخلت بورق مزيف. وحتى الضابط اللي ركبها العربية كان برضه مزيف. لكن اللي في صالحهم إن الجريدة كانت بتدور عليها يعني مش عارفين هي راحت فين بالظبط. وبتقول له إنها دلوقتي دخلتها المستشفى وبتعالجها لكن هتحط لها سم بتركيز بسيط لمدة كام يوم علشان تموت ويبان الموت طبيعي. وفعلا بنشوف المديرة وهي بتحط نقط من السم في القهوة وبتبدأ لورا تتعب جدا ومحدش بيهتم بيها. وبتشوفها فيكي من بره وبتسمع صوتها فبتعمل انها تعبانة وبتروح تقول للدكتور موران. وفي نفس الوقت بيجي مورد الأكل علشان يشكره على علاجه. فبتيجي فكرة لموران تساعدهم في الهروب من المكان ده. وبالليل بيروح لورا وبيشوف الأكل اللي بتاخده فبيشم ريحة السم في القهوة وبيقول لها ما تشربش منها تاني. لكن المأمورة بتحط لها السم بنفسها وبتقول لها تشرب القهوة. فبتعمل لورا انها بتشرب علشان تخدعها. في الوقت ده بتكون في رسالة بتوصل لمسؤول كبير في الدولة من موران وفيها كل حاجة عن السجن. وتاني يوم بنشوف كل المسجونات في المطعم وبيكونوا رتبوا خطة يساعدوا بيها لورا علشان تهرب. وبيعملوا خناقة مع سوزان وبينزلوا فيها ضرب. والحراس اللي بيتدخلوا بيضربوهم هم كمان. كل ده علشان الحراس يسيبوا أماكنهم ويدخلوا يحلوا المشكلة. وفعلا الخطة بتنجح وبتجري لولا مع الدكتور موران على لورا وبياخدها موران وبيفضلوا يجروا علشان يهربوا. في الوقت اللي بتكون الحراس وقفوا الشغب اللي بيحصل. وبتدخل المديرة تسأل فيكي عن اللي حصل وازاي سوزان ماتت. فبتقول لها انها مجرمة وجاسوسة وتستحق الموت. فبتنفعل المديرة وبتضرب فيكي بالقلم. لكن فيكي بتروح رد القلم بكل قوتها. وهنا بتطلع المديرة المسدس وبتموتها. وبتكون المسجونة اللي كانت بتستغلها مع سوزان موجودة وبتشوف اللي حصل. فبتاخد معلقة وبتقتل المديرة هي كمان. وبعد ما المأمورة بتكتشف اللي حصل بيطلع كل الحراس علشان يدوروا على لورا وموران وبيجروا في الغابة. وكل الحراس والكلاب بتجري وراهم وطبعا مش بيقدروا يهربوا منهم وبتوصل لهم الكلاب على طول.
وبيتقبض تاني على لورا وموران وبيرجعوهم السجن مرة تانية. لكن المفاجأة إنهم بيلاقوا المأمورة والمأمور متكلبشين ومقبوض عليهم، وده بعد ما جواب موران وصل والمسؤول بلغ عنهم. وأخيرا بتمشي لورا في النهاية من السجن بعد ما قدرت تكشف اللي بيحصل فيه، لكن بتوعد موران إنها تطلب إعادة التحقيق في القضية بتاعته، وبتودعه وبتمشي. وبيشكر موران المورد لأنه هو اللي وصل الجواب. وبتكون دي نهاية فيلمنا النهاردة.